في أحد أحياء القاهرة الهادئة، جلس سامي على شرفته يتصفح مواقع التواصل. مرهق من عمله الممل كموظف أرشيف، عينه وقعت على إعلان غريب: 14,000 دولار شهرياً من التجارة الإلكترونية بدون رأس مال. ضغط على الرابط، فظهر له شاب يرتدي بدلة أنيقة يقف أمام سيارة فارهة يتحدث بثقة قائلاً: كنت فقيراً والآن أعيش في دبي بفضل هذا السر البسيط. اشتعلت شرارة الحلم في قلب سامي. تابع الفيديوهات، انضم لجروب خاص، ثم تلقى عرضاً حصرياً: دورة إلكترونية ب1999 جنيه فقط، معها قالب سحري لإنشاء متجر يربح تلقائياً. سامي اقترض من زميله واشترى الدورة، شاهد الساعات الطويلة، نفذ الخطوات: فتح متجره، باع مشدات حرارية تنحف في 3 أيام، وساعات ذكية تراقب نومك وتحل مشاكلك العاطفية، وقطرات سحرية لعلاج الشيب. المبيعات كانت بطيئة، لكنه أقنع نفسه: في البداية دايما بيكون صعب. بدأ يشحن البضائع من الصين دون أن يراها، والزبائن بدأوا يشتكون: المشد ما بينفعش، الساعة تعبانة، القطرات حرقت لي فروة راسي. ثم تلقى إشعاراً من منصة الدفع: تم تجميد حسابك مؤقتاً بسبب كثرة الشكاوى. تواصل مع مؤسس الدورة، فلم يجد سوى رد آلي: شكراً لتواصلك معنا. حاول الدخول للجروب، فوجد نفسه محظوراً. البدلة كانت مستأجرة، السيارة مستعارة، والنجاح مجرد سيناريو ممثل بذكاء. جلس سامي في غرفته المظلمة وأدرك الحقيقة: لم يكن تاجراً، بل كان زبوناً في متجر لبيع الوهم. خسر المال، الوقت والثقة، لكنه كسب درساً لا ينسى.